في حادثة أثارت جدلا واسعا عقب مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية. خرج الدولي الجزائري محمد أمين عمورة عن صمته ليكشف حقيقة ما جرى ويضع النقاط على الحروف بعد أن تم تضخيم لقطة احتفاله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. القصة تعود إلى نهاية مواجهة ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025، حين التقطت عدسات الكاميرا لقطة لاحتفال عمورة اعتبرها البعض عادية وطبيعية في أجواء يسودها الضغط والحماس، بينما حاولت أطراف أخرى إخراجها عن سياقها الرياضي ووصمها بسوء الأخلاق رغم أنها لم تكن تحمل أي نية مسيئة. ومن خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أوضح محمد أمين عمورة أن المباراة كانت مشحونة بالتوتر والاندفاع، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بما يمثله المشجع الكونغولي المعروف الذي كان في المدرجات. كما شدد على أن تصرفه كان مجرد مزاح عفوي وبطريقة مرحة دون أي قصد للإهانة أو الاستهزاء. وأكد الدولي الجزائري في رسالته احترامه الكامل لدولة الكونغو الديمقراطية ومنتخبها وشعبها، معبرا عن أسفه في حال أسيء فهم تصرفه، ومبرزا أن اعتذاره جاء من باب الروح الرياضية والأخلاق العالية التي يتحلى بها اللاعب الجزائري داخل وخارج الميدان. غير أن اللافت في هذه القضية هو محاولة بعض الجماهير ووسائل الإعلام المغربية تحويل لقطة عادية إلى قضية أخلاقية، والسعي بكل الطرق لتشويه صورة المنتخب الجزائري ولاعبيه في سيناريو يتكرر كلما حقق الخضر نتائج إيجابية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا التصعيد غير المبرر. وفي ختام رسالته، أكد محمد أمين عمورة أنه سيبقى مركزا كليا على مستواه داخل أرضية الميدان، وأن شرف تمثيل الجزائر يظل فوق كل اعتبار مهما كانت محاولات التشويش والضغط الخارجي. وفي الختام، ما رأيكم فيما يروج له الإعلام المغربي بعد كل انتصار للخضر بهدف التشويش عليهم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول أخبار المنتخب الوطني الجزائري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.